تعرف إن في بياع دخل موسوعة جينيس بإنه باع قرب ال 14,000 عربية في 15 سنة؟ تعرف إن هو باع في سنة واحدة 1425 عربية، يعني تقريبا 4 عربيات يوميا؟ هل الرقم ده ممكن حد يستوعبه، إن بني آدم يبيع يوميا 4 عربيات؟ الراجل ده اسمه جوجر. الراجل ده لما سألوه قال لهم أنا ماليش دعوة بالنظريات المعقدة بتاعتكم وبريتو والكلام ده، أنا ليا قانوني الخاص. ايه هو قانونه الخاص؟ الراجل ده كان من الناس المجامله جدا، فكان بيروح جنازات كتير، فلقى تقريبا ان حجم الجنازه بيكون في متوسط ال 250 شخص، فقال لك يبقى كل بني ادم في حواليه دايره بتحبه وتثق في كلامه في حدود ال 250 شخص. فانا لو كسبت بني ادم فانا بكسب من وراه 250 عميل محتمل، ولو خسرت بني ادم فانا بالتبعيه بخسر وراه 250 عميل محتمل. واشتغل على النظام ده وبدأ يبص في التفاصيل، فوصل للي هو فيه. في خلال 28 سنة أنا شغالهم، أنا شفت البياع الشاطر، وشفت البياع اللي فاكر نفسه شاطر، وشفت البياع اللي رايح في 60 داهية. والثلاث نماذج دول هم المسؤولين عن اللي هم وصلوا له. انت الوحيد اللي تقدر تتدخل في ان انت توصل انت فين، او ان انت اللي تختار مكانك في السوق. في سوق العربيات عندنا مثلا لما تيجي تطبق قاعدة جوجر تلاقيها فعلا محترمة جدا. انا فعلا عندي لما انت بتبيع لعميل، لما انا بيجي لي عميل وبنبيع له عربية، هو بالتالي اول ما حد بيسأله ان هو عايز عربية، اول ناس بيرشحهم هو احنا. ده الطبيعي، وبيبتدي يحصل الاورجانيك جروس، ان ده برضو اللي جالنا بيرشح لدايرته وهكذا. ممكن ما يكونوش 250 واحد، احنا عندنا دايما بنحسبها 4، العميل ب4، بس في الاخر العميل مش واحد، في الاخر العميل بداية. طيب في ناس كتيرة بتيجي تقول لك لا، قاعدة باريتو 80-20، انا ادي وقتي ل 20% من العملاء. طب ما انا ممكن اعمل ميكس صايع بين القانونين رغم ان هما عكس بعض تماما. يا سيدي ادي 60% من وقتك لل 20% اللي انت شايفهم هوت ليدز، او الناس اللي هي انت شايف ان هم هيقفلوا الديل معاك، بس في نفس الوقت ارفع راية جو جيرارد مع ال 80% الباقيين. اتعامل معاه ان هو هيشتري اغلى عربية عندك، اتعامل معاه ان هو عميل مهم لازم يوصل له الاحساس ده. لو مش هيشتري النهارده وهيشتري كمان سنتين، هيشتري منك انت. لو مش هيشتري خالص، اللي هيقول له عايز اجيب عربيه يقول له روح المعرض الفلاني، في واحد محترم جدا جدا وفاهم في شغله اسمه كذا. فمفيش مانع ان احنا نطبق كل النظريات مع بعض، بس بما يتناسب مع ظرف سوقنا. مش لازم اخد الكتاب والقاعده وخلاص وارفع لواء ان انا اللي بدافع عن القاعده دي. بالعكس، عادي جدا انت ممكن تعمل بالانس، تستفيد من ده وتستفيد من ده. بس انا واحد مثلا في سوق العربيات عندي، انا شايف ان قاعده جوجر تنفع في كل حاجه. يعني من ضمن حاجات جوجر كان بيعمل ايه؟ ايام بقى ما كانش فيه موبايلات وما فيش وسائل التكنولوجيا اللي موجوده دي، كان بيبعت برقيات بالاسم ان كل سنه وانت طيب في الاعياد. برقية كان بيحاول يعرف العيله بتاعت الراجل واولاده اسمهم ايه ويبتدي يسال عليهم. كان بيسال شخصه بيتصل بيهم بعد العربيه ما يشتريها بسنه، يقول له العربيه عامله معاك ايه، ولو مضايقاك تعالى ابيعها لك تاني. فهي دي التفاصيل اللي انت لازم تاخد بالك منها. اخر حاجه عايز اقولها لكم وتحطوها حلقه في ودانكم: العميل بيشتريك قبل ما يشتري المنتج بتاعك. خدوا بالكم، سواء في العقارات الدنيا لا هي طوب ولا لوكيشن، والعربيات لا هي صاج ولا موتور. هو بيشتريك انت شخصيا الاول. انا هشتري من ايهاب عشان ايهاب فهمني، علشان ايهاب اداني الاستشاره، عشان ايهاب حسسني ان انا بني ادم مهم وليا قيمتي. هي دي الان. العميل اللي هيزعل منك هيطلع على اي جروب على الفيس وهو قاعد في البيت: فلان الفلاني في المعرض الفلاني الفلاني او الشركه الفلانيه تعاملهم مش محترم، شوف انت خسرت كام واحد. طيب اتعاملت برزانه واتعاملت باسلوب شيك واديت الناس برستيجها واديت الناس حقها وحسستهم ان كل اسئلتهم هي اسئله مش وجوديه وهي اسئله طبيعيه جدا تتسال وجاوبت عليها باستفاضه، هيكون النتيجه ايه؟ ان هو بيحترمك وبيسبورتك وبيرشحك للناس اللي الدايره بتاعته. هي دي قاعده جو جيرارد. قولوا لي بقى مين طبق قاعده جو جيرارد ولقاها فعلا مجديه؟ انا اول واحد طبقت قاعده جو جيرارد ولقيتها فعلا مجديه. انا لما ببعت معايده للناس ببعت لهم معايده باسمهم، ده احتراما ليهم وتقدير ليهم. انا شخصيا ايهاب لما بيجي لي معايده كل سنه عيد اضحى مبارك وعيد مبارك وعيد سعيد،
اقسم بالله ما بلتفت ليها ولا برد عليه. انا ما بردش غير اللي على اللي بيقول لي كل سنه وانت طيب يا ايهاب، وبرد عليه رد يليق بيه، لان ده انسان احترمني. زي ما قلنا، زي ما احنا بياعين احنا برضو عملاء، فاللي تقبله على نفسك هو ده اللي تقدمه لغيرك. مستني رايكم تقولوا لي مين اللي حس ان قانون جوجرر من افضل القوانين اللي اثبتت نجاحها في السوق الحقيقي على ارض الواقع.